حلو العيد هل مازال التقليد هذايا موجود عند التوانسة؟ فما شكون مازال يعمل الحلو دياري، ولا الناس اللي تشري ولا ما عادش تشري؟ بالكل تطلبونا 71 725 ألف، 71 725 ألف، تعطيونا رايكم في الموضوع. سينو توا جا وقت سارة جلالي في ستاتيستا. ستاتيستا. صح شريبتك سارة؟ صح شريبتك هنيس وصح شريبة الناس قاعدين يسمعوا فينا الكل. التوانسة والحلو العيد موضوع أكيد في الجمعة الأخرى من شهر رمضان ديما يتطرح بقوة. وي دونك برشا عادات اصلا احنا ما عادش نعرفوا كان مازلنا متشبثين بيهم ولا لا، وبرشا حاجات تبدلت مع العوام وكيف كيف مع الظروف متاع البلاد. اليوم اخترنا مع اقتراب العيد الصغير في البلدان العربية الإسلامية نحكيو على عادة من أهم العادات اللي تحافظ عليها العائلات التوانسة في العيد، وهي حلو العيد. هوني الآراء اللي لقيناها وحتى اللي باش يكلمونا بعضيك بالتليفون ولا اللي يعرضونا في الشارع تقسموا على زوز. بين اللي يقول انها عاده لابد منها ومستحيل نتخليو عليها، وبين اللي يقول زيدا انه الظروف ما عادش تسمح، وخاصه انه انيس الموجه الاخرانيه متاع شح المواد الاساسيه اللي سمعنا بها الناس الكل خلت الناس تتراجع على صنع الحلو والعيد في ديارها. فما ناس اخرين يلتجئوا لشراء الحلويات من عند التجار اللي يبيعوها حاضره. هذا الكل النقطه اللي نجموا نحكيو عليها، بالاضافه انه الناس ولاو متشابثين اكثر بالحفاظ على روح المناسبه الدينيه، ولاو يحضروا حلو العيد ويعرفوا انه احنا الناس الكل توانسه نعرفوا قداسيه العيد هذايا والمناسبه الدينيه، خاصه انه الانواع برشا نعرفوا قداش عندنا من نوع متاع حلو، وكل واحد حسب الرغبه نتاعو وحسب مقدرته الشرائيه. على طول سنين كانت اغلب الاسر التوانسه تحضر روحها وتبدا من العشر الايام الاخرانيه في شهر رمضان تعمل انواع الحلو المتعارف عليها الكل كما صينيه البقلاوه وغيره من الانواع. وحتى كيف جات ازمه الكوفيد الحاجه هذيا زادت رسخت العاده خاصة اليويو. اليو البطبوط. دونك الازمه هذيا زاد رسخت عاده الحلو في الدار، ولو الناس الكل تتجنب انها تشري الحلويات خايفين من وباء كوفيد. توا من سنين الانشغال زاده بالضغط متاع الحياه اليوميه خلى اغلب التوانسه يلقى الفرصه باش يعوضوا مشقه العاملين الحلو في الدار، ولاو يشريوهم حاضرين من عند المتاجر اللي ولينا نلقاوهم في كل بلاصه. وحاجه اخرى زاده حتى الحلويات متاع الدار اللي كنا نعملوهم في ديارنا وكل ولاو زاده موجودين في المحلات كيف ما كانوا يتصنعوا قبل بالضبط. والصفوف اللي باش نبداو نشوفوهم بالطبيعه في الايامات الجايه على محلات الحلو، فما ناس مازال تعمل الحلو في الدار ولا لا؟ تعطيونا رايكم كما قلت على 71 725 الف، وتكونوا معنا بعد شويه في المباشر. سينو موزيكا الاخبار ثم نرجعوا